انا كنشفر راجلي الفلوس من البسطام. انا اللي راجلي كان كيصرف عليا وكان موفر ليا كل شيء وكان مهلي ليا في وليداتي. حتى لواحد النهار قررت انني نخدم. هو كان رافض الفكره انني نخدم باي شكل. قال لي ممنوع الشركات، ممنوع تخالطي مع الرجال. قلت لي انا ما غاداش نمشي للشركات، انا غندير غير شي مسمن وشي بغرير ونحطو حدا باب الدار، اللي جاب الله نعاون به. قال لي الا كان هكا ماشي مشكل. صافي اخويا، هي هذيك وليت كندير المسمن والبغرير وكنحطو قدام باب الدار. الحمد لله كنبيع كل شيء، ولكن مبلغ قليل، 20 درهم حتى 50 درهم كاع. وانا مع ماشي سقرامه وما كنتسقرمش، هذاك الشيء اللي شديته كنصرفو على الدار وعلى الوليدات، يعني معاونين. صافي الراجل ولفها، ما بقى كيحط ليا حتى شي درهم، ولا كيخرج وكيخليني انا نصرف. اليوم هكاك غدا هكاك، تا ولا ديما هكاك، ولا كيخرج ويخلينا بلا مصروف. وليدات كيجوعوا، انا كنجوع، خاصهم شحال من حاجه والو. السيد كاع ما مسوق كاع. كنقول ليه حط لي نصرف، كيقول لي صافي انتي كتصرفي، حنا واحد. صافي هي هذيك اخويا، بقيت انا كنصرف وهو ما كيعاوننيش، ما مسوقش كاع بالمره. صافي شفت تعيت وقلت نخرج من هاد الخدمه كاع. ماشي زعما كان ما نبقاش ندير هاد المسمن وهاد البغرير كاع، ونجلس نقابل وليداتي وداك الشيء اللي كان كيحطوا ليا يبقى يحطوا ليا. صافي هي هذيك اخويا، جلست من ما بقيتش كندير هاد البغرير وهاد المسمن، يعني ريحت في الدار نقابل وليداتي. صافي من النهار الاول السيد خرج وما خلى لي حتى شي درهم. عيطت ليه قلت ليه ما خليتي والو لولادك، راهم فيهم الجوع والثلاجه راها خاويه. قال لي ياك مولفه كتصرفي عليهم، حتى دابا صرفي عليهم. قلت لي انا ما بقيتش خدامه. قال لي دبري راسك، راه بامكانك انك تعجني مسمن وتحطيه حدا الباب الدار تبيعي وتصرفي عليه. صافي اخويا انا طلع لي الدم، ما بقيت عارفه ما ندير. وليداتي فيهم الجوع، خاصهم شحال من حاجه. قلت اجي نربيه. دخل هذاك النهار حط البسطام ديالو ودخل يدوش. هو مع شيفور ديال كاميو ديما كيجيب ضمصه ديال الفلوس، وكنشوفها بعيني وكيقول لي انا ما عنديش، صرفي انتي. هي هذيك اخويا، حط البسطام، هزيت لي شي 4 ولا 5 ديال الورقات وديتهم للمارشي وشريت كاع داكشي اللي خاص وعمرت ثلاجتي ووكلت وليداتي. هو اخويا ما عاقش بيا بالحكم انه كانوا عنده فلوس كثيره، يعني هو ما كيحسبهمش حتى الليل، عاد كيحسب شحال دخل. ما عاقش بيا. درتها المره الثانيه هو يعيق بيا، عاق بيا. بقى كيعايرني، مرمدني بالمزيان. قال لي علاش تقربي لي البسطامي، واش تي وليتي شفاره؟ قلت لي انا ما كنشفرش لك، دوك فلوس من حقي ومن حق وليداتي، انت كديهم كتخزنهم وكتخلينا حنايا بالجوع. قال لي ما تبقايش تقربي لي البسطامي ولا غتشوفي شي حاجه اخرى معايا. صافي هي ديك اخويا، قلبت على شي حيله تكون مزيانه اللي نقدر نعيش بها ولادي، حيت هو صافي بحالها قلتي نكرهم. صافي ملي خوات عاوتاني الثلاجه وما لقيت ما نوكل ولادي، بعت التلفازه. كان شاريها بثمن مزيان، يعني كانت كبيره غتجيب لي الثمن. بعتها اخويا وخديت فلوسها وخديت داكشي اللي خاص لولادي، كسيتهم وخديت انا داكشي اللي خاصني وكسيت راسي. ملي جا كيشوف ما كتبانش ليه الثلاجه. قال لي فين هي ما بانتش ليه التلفازه. قال لي فين هي التلفازه؟ قلت ليه بعتها، انت مخلينا للجوع، ولادك ما مسوقش ليهم، ما مخليني لنا تدرم، اشنو بغيتيني ندير؟ بعت التلفازه وقضيت الغراض. صافي بقى كينقر عليا، ما تسرطاتش ليه. صافي عاوتاني دازت شي 3 ايام، قلت لي هذاك الراجل خلي لي مصروف الدراري. قال لي سيري دبري راسك، سيري ديري داك المسمى اللي كنتي كديري وعيشي ولادك، انا راني مغلوب. صافي وخرج عاوتاني وما خلى لي حتى شي درهم. صافي بانت لي الثلاجه هي اللي غتجيب لي الثمن. قلت راه مادام هو باقي ما تعلمش
نبيع حتى الثلاجه باش يتعلم. صافي بعت الثلاجه حتى هي جابت لي فلوس. ديت عاوتاني الدراري خديت لهم داكشي اللي خاصهم، انا داكشي اللي خاصنا. المهم قضيت الغرض، ما بخليت حتى شي حاجه في قلبي ولا في قلب ولادي، خديت لهم اي حاجه باغينا، حيتاش انايا الغرض من هذا الشيء ماشي هما الفلوس، الغرض هو نعلمو. صافي يا خويا بعت الثلاجه خديت داكشي اللي خاصنا. جا عاوتاني ما بانتش لي الثلاجه، قال لي هذيك المراه فين هي الثلاجه؟ قلت ليه انت ما باغيش تتعلم، انا نبقى معاك تتعلم، حيتاش هادوك ولادك وانا مرتك، من حقنا تصرف علينا. ما بغيتيش اي حاجه في هاد الدار انا نبيعها تتعلم وتتشد الطريق. صافي بقى كينقر عليا. خرج عاوتاني ما خلى والو. صافي انا تقريبا بعت نص ديال الاثاث في الدار حتى تعلم مزيان وقرا الدرس مزيان. قال لي لا هذاك الشيء اللي مولف كنحطو لك غنحطو لك، زكاي على الاثاث ديال الدار ولا غنصيفطك لداركم. صافي هي هذيك اخويا رجع كيف ما كان وكيحط لينا داك الرزيق الحمد لله. دابا انا اخويا بغيت غير البنات نوصل الفكره للبنات، الا كنتي اختي راجلك موفر لك او لا ما موفرش لك وكنتي خدامه، ما تصرفيش على الدار، خليه هو يصرف، خليه هو يحس بالرجوله ديالو وانتي حسي بالانوثه ديالك. حيت ملي كتولي تصرفي راه الانوثه ديالك كتمشي والرجوله ديالو كتمشي وكتولي في المشاكل. هذاك الصرف على الدار راه هو اللي كيخلي الراجل يحس بالرجوله ديالو. الا خديتي انتيا راه بحال وليتو بحال ما هو ماشي راجل وانتي ماشي انثى بهذا المعنى. وهذه قصتي، كنتمنى تكون عبره للبنات. كما سمعتوا كانت هذه النهايه ديال هذه القصه. كنتمنى انكم تعطيو الاراء ديالكم في كومونتيرات. غادا تدخل غادا تقرا الكومونتيرات ديالكم كاملين. حتى انت ولا انت عندك شي قصه وبغيتي تحكيها ونعاودها بالطريقه ديالي كانك انت اللي واقف وكتحكي القصه ديالك، دوز عندي لاباج فيسبوك او انستغرام، عاود لي القصه ديالك من الاول حتى الاخر. غادي ندخل غادي نقراها بطبيعه الحال، غادي نعاودها كانك انت اللي واقف وكتحكي القصه ديالك. ما تنساش تخلي ديك جيم باش تشجعنا نطوروا هذا المحتوى ان شاء الله، وما تنساش تخلي ديك ابوني باش يوصلك الجديد. والسلام عليكم.